مساء السعادة والفل والورد والياسمين. يا رب تكونوا بخير. معاكم النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله حاجة تعجبكم وتستفادوا منها ولو حاجة بسيطة خالص. معايا حوالي 7 كيلو من الدقيق. تمام، انا هعمل النهارده عيش رقاق او رقاق عيش زي ما انتوا تقولوا. بصراحة انا قلت مش هعمل رقاق، يعني انا هعمل شوية اللبن وشوية السمنة اللي عندي هعمله عيش ويبقى رقاق برضه. محدش فاهم حاجة صح؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا 7 كيلو من الدقيق. تمام، الدقيق نخلته لان كان في عدس مني جايباه بالكيلو من عند العطار، فواضح انه او تقريبا عشان ما اظلمش العطار، انا كنت وانا بجايبه الدقيق كنت جايبه عدس وجايبه حاجات ليا وكده، يعني ممكن يكون كيس العدس انفرط مني حوالي ممكن يكون انفرط مني يعني فيه، عشان ما اظلمهمش، لان هو بصراحه السوبر ماركت نظيف يعني. المهم نخلته كله وريحت دماغي. كده كانت امي زمان تقول لك لازم نشاهد الدقيق، فطلعت منه كميه عدس يجي شويه حلوين، يعني يجي ب5 جنيه في الزمن اللي احنا فيه ده. معايا بقى في الوقت ده اللي اقولك عليه ده اختياري، بس عشان تاكلي عيش حلو ويكون طري على اسنانك وتحسي ان انتي بتاكلي فعلا بتاوي، هتحطي عليه لبن رايب او حليب، لان ده عيش، هو اصلا في الاول وفي الاخر هو عيش لانه بالمكنه. انا عندي لبن رايب بعته جبته من عند اختي. تمام، حوالي 2 كيلو وزودت ميه، كميه عدس رهيبه اللي طلعت مني من الدقيق. تمام حطيت شويه ملح محترمين كده وهقلب الدقيق كويس اهو. وحطيت كيس خميره فوريه. اولا الجو كان ساقع وكانت هو محتاج كيس كمان عشان ننجز نفسنا بسرعه يعني، وكمان اللبن كان ساقع فخدنا وقت عقبال ما عجناهم في الوقت ده. المهم قلبنا كل الدقيق والخميره في قلب لوحدهم، ونزلت باللبن الرايب، واللبن الرايب كان حوالي 2 كيلو او كيلو ونص. واختي قالت لي ان هي كانت حاطه لي فيه حتتين قشطه وشي لبن يعني وكده. فالمهم حطيت كميه اللبن اللي انا عاوزاها او اللي عندي، وكملت ميه عادي جدا. ولو كوبايه واحده مش مشكله، هتفرق معاكي جدا في العيش، والله بجد هتفرق معاكي جدا في العيش. تمام، بايدك بقى او بالعجان لو عندك ربنا يا رب يتوب علينا ونجيب عجان. ونزلت بيعتبر بقد اللبن ميه، ومش هقدر ان انا احدد كميه ميه قد ايه او كميه لبن قد ايه، لان كل الدقيق مش زي بعضه، ودي مكه طبعا بتأنسنا في التصوير. المهم هدوب كل الدقيق بقى كده وهعمله في قلب العجين بتاعي. زي ما قلت لك اللبن ده لو عندك حبه لبن رايبين منك ومبقيين حطهم في العيش، عندك كتير حطي انتي. احنا دلوقتي بقينا بنريبه مخصوص، يعني بنسيبه يروب مخصوص. ما عنديش لبن رايب ممكن احط حليب، ما عنديش حليب ممكن اجيب علبتين زبادي، بس فعلا مش بيخلي العيش الفينو يمط معاكي وانتي بتاكليه كده ويوجع سنانك والجو ده. وكمان لو عندك كل كمية لبن ما تحطيش كل الكمية لبن، لانه بيبرول منك بسرعة. احنا مثلا بنحتفظ بيه بعد ما بيبرد في قلب الفريزر. انا اسفة على صوتي لان انا تعبان. في قلب الفريزر. المهم جت بنطلعه قبلها بساعة او بساعتين او بشوية، وساعات بنطلعه نحطه في الفرن في البوتاجاز، يعني بيفك معاك بسرعة. بيحتفظ بكأنه لسه جاي معمول، كأنه لسه طالع من الفرن صابح. والله العظيم مش بالتريق. بس لو بلبن كله هيبوظ منك. ليه؟ لان هو بيكون نسبة العيشة بتاعته مش بيقعد كتير، المية بتديله روح اكتر. كان عندي كده قيمة حتة سمنة كده، قيمة معلقتين 3 كده، قمت جاي حطاهم. قلت برضو لان ما كانش عندي زيت كتير. تمام، والزيت برضو اختياري والسمنه اختياري، كل اللي انتوا عاوزين تعملوه ده، كل اللي انا بقول لكم عليه ده اختياري. هو احنا زمان كنا بنعجنه او انا جيت يعني لقيتهم هنا بيعجنوه بميه ودقيق بس اتعلمته من اختي، يعني اتعلمته ان هي بتحط عليه لبن وسمنه وكده، منه ان هو يفيد الاولاد، ان هو يكون لهم بفايده وكده، ومنه ان هو بيديكي طراوه زي ما قلت لكم. تمام، المهم اهم حاجه في الموضوع ان الحاجه تتعجن كويس جدا، يعني اهم حاجه ان هو ينعجن كويس جدا، كل الكلكع اللي فيه ده يروح. انا بقى سبت التليفون وقمت جايه داخله فيه بايدي، وعمري ما بعرف اعجن بايد واحده. وامي الله يرحمها علمتني كده، كنت صغيره وكانت تقعد قدامي بالكرسي وتقعد تقول لي اعملي كذا واعملي كذا. كنت حوالي عندي 5 6 سنين 7 سنين، وكنت بعرف اعجن والله.
وتقول لي ما تتنيش ايدك، انت مش مرهوقه، انت مش عارف ايه، حاجات كده بتاعت زمان. بس فعلا حاجات كويس. حطيت بقى زيت على وش الكيس، على وش العجين، وحطيت المشمع بتاعه وحطيت فوقه حاجات كتير لان كنت عاوزاه يخمر، وكان الجو ساقع، احنا الجو ساقع فالموضوع بقى بيقعد معانا كتير يعني. العجين بتاعي بقى سلس وزي الفل اهون. هنبتدي بقى نقرصه، بس هكمل هظبط بقى الصينيه بتاعتي ودقيق وارش واظبط الدنيا كده، وبعدين هنقعد نقرص. احنا بنعمله على المكنه دي بتيجي من عند بتاع الكهربائي، الراجل الكهربائي يعني، اسمها مكنه عيش. زمان كانوا بيقعدوا يروحوا على ايديهم يعملوه مدور كبير خالص كده زي البتاوي او الرقاق، بس قد البتاويه 4 مرات والله. يقعدوا يتنهم يعملوه فيه، انا حضرته مره، عملته مع عمي مره زمان يعني، تقريبا من 10 12 13 سنه كده. يعملوه كبير ويقوموا جايين قصينه بالسكينه من النص كده اوقات. والله كان حاجات كانت كلها خير. المهم بتمسكي العجينه بتلميها كده بس الاطراف بتاعتها ما تضيعش خمرها، وانا بديها كده نغزه ونغزه في الثلاثه الاولانيين، بحيث ان انا اول ما ابتدي من عندهم هما، بحيث ان هما يكونوا رفعهم وخدوا الوقت بتاعهم كويس، ويكون سلس معاكي في التقريب في التبطيط يعني، وما ضايقكيش. المهم هعمل كل كميه العجين بتاعي بقى زي ما انتوا شفتوه كده، الحجم اللي انت عاوزاه، كبير صغير على حسب المكنه، لان في مكن رفيع ومكن تخين. اهم حاجه ان انت تقومي جايه مغطياه عشان خاطر المشمع ما يخلوش قله المشمع يخليه يقشف. بتمسكي بقى القرصه بتاعتك او العيش بتاعك بتبططيه، بتعمليه مدور كده يعني. انا سلفتي هنا بتقومي جايه مبططه بايدها كده شويه، وبعدين تقوم جايه حاطاه في قلب المكنه، وبعدين تقوم جايه خبطه خبطتين بالنشابه. يعني اعملي زي ما انت عاوزه تعملي زيها كده اعملي، عاوزه تعملي زي ما كنا احنا بنعمل زمان، بنمسك البتاعه الصغيره دي ونقوم جاي مبططينها كده ومدورينها، ولا بنحط مكنه غريه مره واحده في الاخر بتطلعه لنا طويل كده وخلاص. اللي انت عاوزاه اعمليه الطريقه اللي تريحك اعملي بيها. بتكسريه صغير، وبعدين بتقومي جايه بقى مكبره بالنشابه زي ما هي عملته كده، فاهمين قصدي. وبعدين بتحطي في المكنه على الدرجه اللي انت عاوزاها، وتقومي جايه حاطه في الفرن. طبعا انا كنت قاعده قدام الفرن وبصور، ومعايا حد تاني بيكسر، وانا هقوم من قدام الفرن دلوقتي، وحماتي هي اللي هتقعد قدام الفرن كده يعني. ساعات حماتي هي عامه، انا وحماتي دايما بنتخانق عشان خاطر الفرن ده، وهي تقعد تقول لي لا انا اللي هقعد، وانا اقول لها انا لا انا اللي هقعد. انا بحب اقعد قدام الفرن، الحمد لله بفضل النعمه من ربنا بعرف اعمل اكسر واقعد قدام الفرن. ممكن اكون تقيله في التكسير، بس اكتر حاجه من هوايتي هو الفرن يعني بصراحه. وده منظر العيش وهو طالع من الفرن. عاوزه اقول لكم شويه عيش زي العسل لسه عندي منهم والله في الفريزر، لان الفيديو ده متصور بقاله حوالي 15 يوم، بس عقبال ما منتجته كده كان عندي مشكله، عقبال ما منتجته. العيش طالع زي الفل طري زبده. دي في الوقت ده كنت انا اللي قاعده قدام الفرن. اوريكم دلوقتي حماتي وهي قاعده قدام الفرن برضو، هي لها نفس حلو جدا في الفرن، بتطلع على حاجه حلوه. ولو الفرن فيه اي مشكله بتعرف تعالجه. تعرفين بقى الناس بتاعت زمان دي بيكون عندها القدره شويه على الحاجات دي، وخاصه كمان ان الفرن بتاعنا بايظ بيعمل من دي. حماتي بقى ساعه ما عرفت العيش قنبل ازاي. بصوا العيش ما شاء الله بجد، تسلم ايدك يا تسلم ايدك يا حاجه. وعندي سلفتي هي الاكتر 99% بتقعد على المكنه والتكسير، لان هي ما شاء الله عليها سريعه فيها وكده. والتانية كانت قاعده بتكسر معايا في الوقت ده، قلت لها تعالي وانا اجيبك، وبقى شاده حيلها بقى، وكانت لسه جايه من الحضانه قاعده بلبس الحضانه والله ما غيرتش كده. كنا خلصنا. عاوزه اقول لكم اول رغيف زي اخر رغيف بنقعد ننقضه ونمسحه رغيف، لان العرصه بتكون في ساعات مش نظيفه من تحت، مع اننا بنمسحها بميه وكده، بس برضو امي علمتني كده بنمسح العيش من تحت بحيث انه يبقى نضيف كله زي الفل. ولو في رغيف محروق او في حاجه محروقه بنقوم جايين حاطينها في كيس لوحده. بصوا كان عندنا بطاطا ما غسلناها، قمنا جايين حاطينها ورا الفرن على طول. العيش عامل ازاي، العيش طري ميه سايح نايح كله ببعضه. عاوزه اقولك بقى احنا كده خلصنا وعبينا في الاكياس، بنقوم جايين بقى عينينه في الفريزر. عاوزه اقول لكم لو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب للقناه وكلمه حلوه من قلبك، ويا رب تكوني استفدتي باي حاجه ولو كانت بسيطه في الفيديو. وده كيس العيش اللي هو بيكون في حته لسعه حته مش عارفه ايه كده يعني، كنت بوريكم بس طراوه العيش مش اكتر من كده.